alright. It's alright boys, it's alright. تعال تعال يا سينيور بيكر. تعال انت بقيت واحد من العيله دلوقتي. ده كله ده. لا دي شويه فكات كده ما تاخدش بالك منها. المهم انت ما قلتليش السنيوره بتاعتك اخبارها ايه بالظبط؟ ما هو ده اللي انا جاي لك عشان هي لسه مكلماني من شويه وهتوصل كمان يومين المكسيك. وادي رقم الرحله وميعاد الطياره. برافيسيو، يعني كل حاجه ماشيه هايل. ايوه بس انا ليا طلب عندك. تاني طلبات مسيو بيكر؟ انا عاوز استناها في المطار اول ما الطياره توصل في المكسيك. نو نو باسو. دون باولو انا وعدها. سينيور بيكر this is my business. دي شغلتي وانا عارفها كويس. لو اي حاجه فيها حصلت غلط كل حاجه ممكن تبوظ والسنيوره بتاعتك. يعني ايه؟ يعني سيب الموضوع ده واطمن وما تخافش. انت هتشوفها في الوقت المناسب مش قبل كده. اوكي ماي براذر؟ اوكي دون باولو. وبعدين انا عايزك ما تخافش سينيور بيكر. اطمن خالص. دون باولو هيشيلها لك جوه عينيه. انا مش عارف اشكرك ازاي يا دون باولو. ما تشكرنيش دلوقتي، اشكرني في الوقت المناسب لما يجي وقته. لكن انت ما قلتليش بعد كل اللي انا بعمله لك ده هتوافق تشتغل معايا؟ لو قلت لك لا هتزعل؟ بالعكس، لو كنت قلت لي اه كنت قلقت منك. برضه ما قلتليش انت جبت الجاكيته دي منين؟ دون باولو احنا عندنا في مصر بيقولوا اقول لك وما تزعلش. احنا كان مالنا ومال ده كله يا بنتي؟ احنا قاعدين كافين خيرنا شرنا. ايه اللي هيحدف التاني على امريكا؟ ما حرمتيش؟ المرة دي هروح اجيب عمر واثبت براءتي واجي على طول. ادعيلي يا عمر. ربنا يكفيك شر طريقك يا بنتي يا رب. انا همشي بقى يا دوب. اجي معاكي اوصلك المطار؟ لا يا حبيبتي خليكي انت مستريحة. حسام مستنيني تحت في العربية. شوف ايمان استني انا جاي معاكي. انا خليكي جنب ماما. هريم خلي بالك منها وخلي بالك من نفسك. ايمان ربنا يرجعك ليه بالسلامة يا بنتي. خليكي مع ربنا يا دناي. اللي مع ربنا عمره ما بيندم ابدا. حبيبتي يا حبيبتي. ربنا يحفظك ويرعاك يا رناي ويرجعك ليه بألف سلامة يا بنتي. تعلن شركة مصر للطيران عن قيام رحلتها رقم 1052 المتجهة إلى مكسيكو سيتي. Egypt Air announces that departure of Egypt Line 125. روحي وتيجي بالسلامة إن شاء الله. حسام أيوة لو حصل لي حاجة خلي بالك من امي واختي ريم. أنت ليه بتقولي الكلام ده؟ والله ما انا عارفه اذا كنت هرجع من الرحله دي ولا لا. لو حصل لي حاجه عايزه ابقى مطمنه على امي واختي. طمني. أنت عارفة أنت إيه بالنسبة لي كويس أوي. عايزك تعرف ان انت في قلبي من جوه. اني لو لفيت الدنيا بحالها او حصل لي اي حاجه مش هلاقي اخ زيك ابدا. أنت عارفة إني طول عمري تحت أمرك. ربنا يديم المعروف. ربنا يخليك ليا يا راجل يا طيب. تعلن شركة مصر للطيران عن قيام رحلتها رقم 1052 المتجهة إلى مكسيكو سيتي على جميع الركاب سرعة الانتهاء من إجراءات السفر.
has announced the arrival of its flight 1052 arriving from Cairo. سينيوريتا اتفضلي معانا، اتفضلي. نزلوها. انتوا جايبيني فين؟ سينيوريتا اسكتي خالص. كله تمام؟ كله تمام. جراتسي. اتفضلي معانا. على فين؟ اتفضلي. ممكن اعرف انا فين؟ اهلا بيكي في المكسيك يا آل. Pronto? Sì. Sí. Bueno. Muchas gracias, pendejo. Buenos días, amigo. Ciao. السنيوريتا وصلت المكسيك، موجودة هناك في مكان أمين، والليلة هتتشحن مع البضاعة. بضاعة؟ مهم. ما تخافش سنيور بيكر، دي بضاعة غالية جدا جدا جدا. بس هي أهم ولازم ياخدوا بالهم منها. لاموري كي بيلا لاموري. ما تقلقش سنيور بيكر، انت هتشوف السنيوريتا قريب قريب.
Hi, Pedro. Hi, Gringo. ¡Vamos! هتشرب من ورا. ممكن تربطي الحزام لو سمحتي؟ بكرة لا مستحيل. المستحيل اني كنت اسيبك تكملي المشوار لوحدك. الحمد لله على السلامه يا كمان. الله يسلمك. Don Mauro. Sì. Maggie! Maggie, my darling! How... دون باولو. دي مش ماجي. سينيور بيكر، أنا ممكن أنسى أي حاجة في الدنيا إلا الوش الجميل ده. هو ار يو ماجي؟ إيه أنت مش فاكراني؟ تحب أجيب لك الشوكولاتة اللي تحبيها عشان تفتكري؟ مستر دون باولو، أنا فعلا مش ماجي. أنا إيمان، إيمي آدمز، وما شفتكش غير مرة واحدة بس في المحكمة لما القاضي حكم عليك بالسجن. فاكر دون باولو؟ طبعا لا، مش ممكن. أنت ماجي، أنا عارفة كويس. واكد لك انها مش ماجي، دي ايمي ادمز. إيمي آدمز اللي قتلت جوزها؟ بالظبط كده. مدام مية، ناوتيكا بيسكوبيو، أنا مش فاهم حاجة أبدا. انا هفهمك كل حاجه، بس المهم دلوقتي ورقها معاك. سيرجيو، هات الورق بسرعه، قلت لك تخليه معاك. وانت سينيور بيكر هتقعد هنا وتفهمني كويس قوي وبكل التفاصيل ازاي ماجي بقت امي. دول السوشيال سيكيورتي نمبر ورخصه القياده بتاعتك، الاتنين باسم سوزان بابادوبولو انتونيادس. ما كانش في اسم أسهل من كده. سوزانا زي سوزي، وانتونيادس زي بتاع اسكندريه. مش معنى يوناني يعني؟ بصراحه هي جت كده، وبعدين انت اصلك شكلك يدي برضه يونانيه. ياه، أول مرة أقابلك من غير سجن ولا حراس ولا قضبان. وبعد كده مش هيبقى فيه لا قضبان ولا حراس ولا سجن. يا ريت يا بكر، أنا فعلا في كابوس حقيقي. هو احنا رايحين فين؟ دلوقتي رايحين على البيت، هنقعد ساعتين هناك لغايه ما النهار يطلع. اوكي. الله، انت اهو. ايوه، ده من ايام الحمله الانتخابيه. هو انت سبت الانتخابات بسببي مش كده؟ لا يا ايمان، مش بسبب 11 سبتمبر. اتفضل.
ليه؟ ما تكملوا. دي ايمي في شكلها الجديد. ازيك يا انجلا؟ وحشتيني. ده ادم جوزك مش كده؟ ازيك مستر فايت؟ ازيك انت مسز ايمي؟ انا مش عارفه اشكركم ازاي يا جماعه على كل اللي عملتوه علشان. على فكرة جاي شكلك اتغير من بره انما انا متأكدة ان انت من جوه مسز ايمي ادمز. وحشتيني. ازيك؟ وحشتيني. انجلا، ايمي هتبات معاكي هنا وانا هروح ابيت عند ادم، وفايتي هيجي معانا، وكلنا بكره نتقابل في المكتب. اتفضلي مسز ايمي. ده مكتبي ومكتب ادم جوزي، ما هو لازم يقرفني في البيت وهنا كمان. صباح الخير مسز ايمي. صباح الخير يا ادم. البص جوه يا ادم. في انتظارك ومعاه بايتزا. اتفضلي مسز ايمي. اهلا وسهلا. اهلا بيك. اهلا ايمي، انت كويس؟ الحمد لله. اتفضلي. انجلا، ادم خلص الشغل اللي على الكمبيوتر؟ لسه شغال بره يا بص. يا ريت تطلعي تساعدني. اوكي بص. تحب اعمل لك فنجان قهوه سوري؟ متشكره قوي. فكر قولي اخبار عمر ايه؟ لقيتوه مش كده؟ ايوه، عايش مع مارجريت في سان دييغو. طب يلا نروح له. مسز ايمي ما ينفعش. ما ينفعش ليه؟ امال انا جايه من مصر على المكسيك على هنا ليه؟ مش عشان اشوفه. ايمي، في دليل جديد ظهر وما قدرتش اقول لك عليه قبل ما تيجي هنا. دليل ايه؟ جون ادمز. جون ادمز ماله؟ عايش مش ميت. بكر انت بتقول ايه؟ بقول ان جوزك جون ادمز اللي انت متهمه بقتله عايش ما ماتش. جون ادمز عايش؟ ومارجريت وعمر عايشين معاه. ايه مات؟ مسز ايمي. مسز ايمي. ايه اللي حصل مستر بيكر؟ كوبايه ماء بسرعه يا ادم. جون عايش؟ لا مش ممكن. مش ممكن. مش ممكن. ايمي اهدي اهدي وانا هفهمك كل حاجه، ما تخافيش. يلا بقى يا ادم، شغل المكن بتاعك ورينا عملت ايه. حالا اهو. انجي ادخل. اوكي. دي بقى صورة الفيلا اللي عمر عايش فيها مع مارجريت. دي بقى صورة المدرسة اللي عمر بيروحها في سان دييغو. مارجريت بتوصله الصبح وبعدين بتروح شغلها. على الساعة 3 الهاوس كيبر بتروح تجيبه من المدرسة وتروحوا البيت. استنى يا ادم شويه. ممكن تكبر الصوره؟ كبر شويه يا بكر مش كده؟ ايوه. وحشني قد ايه. قريب هتقابليه وتقعدي معاه وتتكلمي. اسمها ايه الهاوس كيبر دي؟ اسمها ماريا، من اصل مكسيكي.
كل يوم بتيجي الصبحيه بتوضب البيت وتجهز الاكل، وعلى الساعه 3 بتروح تجيب عمر من المدرسه، تقعد معاه لغايه مارجريت ما ترجع من الشغل، وبعدين تروح. وبتشتغل 5 ايام في الاسبوع، وبتاخد الويك اند اجازه. هي مارجريت دي بتشتغل ايه بالظبط يا ادم؟ عندها مكتب صغير في وسط البلد، مكتب سياحه. كمل يا ادم. في الويك اند رونالد سيجال بيجي في اللاس فيجاس بالطياره، وبيقضي السبت والحد مع مارجريت وعمر. ايوه شو انتحل شخصية رونالد سيجل وعايش بعد ما ربى دقنه سنة. وفي اليومين دول بيخرجوا يفسحوا عمر. واضح ان العلاقه بينهم فيها برود. بالظبط كده، تلاقيه دايما قاعد لوحده وسايب مارجريت مع عمر، ولما يجي يكلمهم يتخانق معاهم ويعلي صوته. وعلى يوم الاثنين كده رونالد سيجل بيسيب البيت الصبح بدري، يركب تاكس على المطار على لاس فيجاس. ماريا بتيجي، ونفس الحكايه دي بتتكرر كل اسبوع. انجلا. يس بس. والله عيني. مالك يا ايمي؟ كنت اصدق ان جون لسه عايش وانه ياخد مني ابني ويحرمني منه. الفلوس عمته، عمل كل ده عشان 10 مليون دولار. نقول الكلام ده للبوليس، للقاضي، لماك ارثر، نقول لهم ان جون لسه عايش ما ماتش، نقول لهم ان مفيش قضيه من اساسه. الكلام ده مش سهل، احنا محتاجين لأدلة وبراهين ودول مش معانا. يعني ايه؟ ابني هيضيع مني وهفضل طول عمري عايشه محرومه منه. لا ايه، عمر هيرجع لك. ازاي؟ بيكر عنده خطه، بس هو كان مستنيك لما تيجي علشان يقولك عليها، لانك انت العنصر الاساسي في الخطه دي. خطه ايه يا بكر؟ احنا كنا ناويين نحطك في طريق جون لغايه ما تجرجري في الكلام وتخليه يعترف. مش صعب ده يا بص. هو مش صعب وبس، خطر كمان على ايمي. علشان كده غيرنا الخطه، وبدل ما نحطك في طريق جون هنحطك في طريق مارجريت. وهي دلوقتي نقطه ضعف الوحيده، زي ما انت شفتي في الصور على طول بيتخانقوا. وممكن كمان تكون اشتركت معاه في تدبير وتنفيذ الجريمه اللي انت اتهمت فيها. لو قدرتي توصلي معاها بانها تعترف هيبقى قدامنا فرصه تانية ان احنا نفتح القضيه. طب وانا مارجريت دي هوصل لها ازاي؟ دي بسيطه، هندخلك البيت بدل الهاوس كيبر. ما اظنش ابص ان مارجريت ممكن تستغنى عن ماريا. واضح ان علاقتها بمارجريت وعمر كويسه جدا. كل حاجه معمول حسابها يا ادم. ازاي بقى؟ البركه في دون باولو. دون باولو؟ ايوه، وهيرتب لنا شقه قدام بيت مارجريت عشان نبقى ناخد بالنا من كل تحركاتها. بكر في حاجه انتوا ناسيينها. ايه هي؟ عمر شاف ماجدة مرة يوم ما جبتهولي معاك السجن في عيد ميلاده، فاكر؟ ايوه فاكر، بس دي المرة الوحيدة اللي شاف فيها ماجدة. وبعدين ده الحكايه دي فات عليها مده، وده طفل صغير زمان ونسي. ايمي، انا عارف ان الموضوع مش سهل وصعب جدا وخطر جدا عليكي، لكن هو ده اللي قدامنا، وقرار قرارك، يا تقبلي يا ترفضي. هنسافر سان دييجو امتى؟ عندي مشوار صغير بكره الصبح، وبعد كده نسافر على طول. انا والجماعه بتوعي مسافرين النهارده على سان دييجو. وكيلتك وصلت امريكا؟ ايوه. انت دماغك ناشفه قوي، انت كده ممكن تخسر كل حاجه. مش احسن ما اخسر نفسي؟ على العموم ده الحل الوحيد اللي قدامي. انت معايا؟ مش قبل ما تقدم لي دليل ملموس. قريب جدا هقدم لك يا شاهد على كل الاحداث يا المجرم نفسه. وانا مستني، بس لحد ده ما يحصل يا ريت ما تتصلش بيا. انت دلوقتي بقيت انسان خطر على نفسك وعلى كل اللي حواليك.
شركة العين الحمراء للسياحة وهدايا العرسان. شركة ايه؟ العين الحمراء والسياحة وهدايا العرسان. ايوه بس انا ما سمعتش على الشركة دي. انتوا كسبتوا معانا الجايزة الأولى. جايزة ايه واحنا ما دخلناش مسابقات؟ في ايه يا بيه؟ ومين الناس دول؟ انت بربرة مش كده؟ ايوه. مبروك، كسبتم معانا الجائزة الأولى لشركة العين الحمراء. بس احنا ما اشتركناش في مسابقات. مع ذلك كسبتم الجائزة الكبيرة، تذكرتين سفر مع الإقامة الكاملة لمدة 10 أيام في البهاماس ابتداء من النهاردة. النهارده؟ بس انا عندي شغل. في شركة بيكسي احنا خدنا لك إجازة 10 أيام مدفوعة الأجر مقدما، وكمان بوكيت موني. $1000. طب وانا؟ انت شغالة في شركة مواسير المجاري مش كده؟ اخدنا لك اجازة انت كمان، وادي البوكيت موني بتاعك. يلا بسرعة مفيش وقت، فاضل ساعة الطيارة، يا دوب تلحقوا توصلوا المطار. بسرعة كده، طب نفطر ونحضر شنط. الناس زمانهم جايين، مفيش وقت. ناس مين؟ يلا مفيش وقت. امال فين ادم وجايتي وانجلا؟ سبقونا على هنا. هو لسه كتير يا بكر؟ خلاص قربت. هاي شربيك. هاي ست. هاي بيكر. ازيك؟ هاي مسز ايمي. جهزت كل حاجة؟ كله تمام مستر بيكر. شايفة الفيلا دي؟ دي اللي فيها عمر ومارجريت. وجون ادمز. جون هنا؟ النهارده يوم الأحد، هو بيقضي عادة الويكند، انما بكره اول ما يسافر احنا هنبتدي الشغل بجد. نفسي اشوف عمر. ما تستعجليش، بكره تشوفيه وتقعدي معاه كمان. بس ايمي بص كده. بصي انا ماما. تعالي يا حبيبتي، تعالي تعالي تعالي. مش قلت لك الموقف هيبقى صعب عليها جدا. ما ينفعش كده، لازم تكوني قوية. مش هقدر يا أنجلا، مش هقدر. تاكلش ليه يا بيتر؟ مش جعان. مش جعان؟ طب خش اوضتك اقعد ذاكر يلا. ليه كده يا جون؟ عمر بيحبك، ليه بتعامله بالقسوة دي؟ انا اسمي رونالد، رونالد سيجال يا سيلفيا، والواد اسمه بيتر مش عمر، فاهمه؟ هو بقى مش متقبل اسمه الجديد ده خالص، وبيقول لاصحابه في المدرسة ان اسمه عمر مش بيتر. وبعدين بقى في الولد ده؟ المشكلة ان اللي طالع عليه الايام دي انه عايز يشوف مامته. قولي له انها ماتت. 100 مرة قلت لك فهميه انها ماتت. حاولت مش قادرة، خايفة عليه من الصدمة دي. انت مش عارف هو كان بيحبها قد ايه؟ الولد صعبان عليا قوي يا جون. رونالد، رونالد مش جون. انت ايه؟ ما بقيتيش تفهمي؟ ايه الاسلوب ده؟ وممكن توطي صوتك شوية عشان الولد كده هيسمع؟ ما يسمع ولا يتحرق، انا هروح اقول له بصراحة.
مش هرجع تاني. مستر بيكر فين؟ فكرة تسمع. اتفضلي. تعال هنا يا ولد. انت مارجو. ما تخافش يا عمر، ما تخافش يا حبيبي. اسمه بيتر. بيتر. ودي ماما سيلفيا مش انتي مارجو. فاهم يا غبي؟ انت بتعمل مع الولد كده ليه؟ حرام عليك. مالكيش دعوة، ده ابني وانا حر فيه. اطلعي بره. ايه؟ اتغبيتي؟ اطلعي بره ما اقولك. اسمع يا ولد انت اسمك بيتر. بيتر رونالد سيجال. وامك اسمها سيلفيا اللي بره دي. اما ايمي ماتت. اتحرقت في السجن ومش هتشوفها تاني ابدا ابدا. فاهم؟ انت ايه؟ ما عندكش دم؟ حرام عليك الولد ما بتهزش. كلمي يا هندل يا سيلفيا. هو انت مش عايز كده مش معقول. لازم تمسكي اعصابك شويه. مش هقدر يا بكر، صدقني مش هقدر. مستر بيكر ادم وراه، راقبه ما تسيبوش لحظه واحده. اوكي مستر بيكر. انت مارجو، هي مهمة حقيقي. ايوه يا حبيبي، بس انا ما كنتش عايزه اقول لك عشان ما ازعلكش. يعني خلاص ما بقتش موجودة، مش هشوفها تاني. لا طبعا هي موجوده، بس احنا ما نقدرش نشوفها. وهي يا ترى شايفانا؟ اه يا حبيبي، هي شايفانا وحاسه بيك وحاسه بيا انا كمان. مامي ماتت وتيتي ما بيحبنيش، ما فاضلش حد يحبني. انا بحبك يا حبيبي، انا بحبك قوي، ودادي كمان بيحبك. هو بس متعصب قوي الايام دي وبيتخانق كتير، بس طبعا بيحبك. لا يا انتي ماركو، تيتي ما بقاش يحبني ولا بيحبك انتي كمان. تيتي بقى وحش وحش قوي يا انتي ماركو. يلا بقى، انا جهزت لكم لقمه خفيفه ناكلها مع بعض. ايه ده؟ احنا مش هنستنى ادم؟ ادم مين؟ ده تلاقيه اكل بره. يلا احسن نموت من الجوع. يلا. يلا ايمان. ماليش نفسي بقى. لا ما ينفعش، انت ما اكلتيش حاجه من الصبح. وبعدين احنا لازم نهدى ونروق عشان نفكر كويس. يلا. انا عرفت ليه ادم اتجوزك بقى، علشان اكلك اللذيذ ده. عشان اكل لذيذ وبس. اه طبعا. اكيد ادم. هاي ادم. هاي ادم. واو، اكيد انت اللي عامله الاكل اللذيذ ده. مش بقول لك؟ ادم ايه الاخبار؟ مستر بيكر دوخني وراه ابن الايه ده. طب احكي لنا بقى بالتفصيل من ساعه ما اتحركتوا مع بعض. واضح انه كان متضايق قوي، ما كانش عنده مكان محدد يروح له. فضل يلف بالعربيه وانا وراه، يلف وانا وراه، يلف وانا وراه، يلف وانا وراه، يلف وانا وراه.
فضل يلف بالعربيه فوق الساعتين. ادم خلصت؟ اخيرا ركب العربيه ودخل بار. طبعا دخلت وراه. طبعا، بس من غير ما يشوفني ولا يحس بيا. لا مخبر ممتاز. ايه ده يا بص، انت بتسخر مني ولا ايه؟ يا سيدي بهزر معاك، كمل كمل بقى. المهم دخل البار وانا وراه. وطبعا هو يشرب وانت تشرب وراه. انجي ارجوكي سيبيني احكي. ادم سيبك منها وكمل. قابل حد هناك؟ لا، بس بعد شويه ميل على البارمان قال له كلمه انا ما سمعتهاش، وراح مشاور لي على اوضه في اخر البار راح راكنها. عرفت كان فيها ايه الاوضه دي؟ كان فيها ناس بيلعبوا قمار. انا فضلت قاعد على البار مراقب الوضع لغايه الدنيا ما ليلت. بعد شويه لقيته خارج من الاوضه وبوزه قدامه شبرين. ركب العربية وراح طالع بيها وانا طلعت وراه. وقف عند مكنة الاي تي ام، حاول ان هو يسحب منها فلوس. المكنة ما اشتغلتش، راح سحب الكارت وضارب المكنة برجليه وخد عربيته وطلع على البيت وانا جيت على هنا. ايمي يلا بينا احنا. هنروح على فين؟ هنروح انا وانتي وفايز ندور لنا على موتيل نبات فيه النهارده بالليل. وانت يا ادم انت وانجلا هتفضلوا تراقبوا طول الليل. عاوز تقرير مفصل بكل اللي حصل بكره الصبح، مفهوم؟ اوكي بص. يلا فايز. صفصف البيت عليا انا وانت يا جميل. ادم اتفضل على مركزك عند الشباك. انت عليك الورديه الاولانيه عبال ما اشطب الحاجات دي. بعد كده انا هستلم منك ساعتين وانت ساعتين. طيب يعني ما ينفعش ان انا وانت نستلم ورديه مع بعض؟ ادم اوكي اوكي. انا عارف احنا اتجوزنا ليه. ده قبل الجواز كان احسن.